المنح الممولة بالكامل: منحة ال DAAD المجانية. أول طريقة معانا السفر تبع منحة تتكفل بمصاريف السفر والمعيشة في ألمانيا، وهنا هتلاقي المؤسسة الألمانية للتبادل الأكاديمي Deutscher Akademischer Austauschdienst. المؤسسة دي بتقدم منح مجانية وبرامج دراسة في الجامعات الألمانية، لأنها بتعمل شراكات مع الجامعات في ألمانيا وبتمول برامج دراسات عليا، زي برنامج ال EPOS Development Related Postgraduate Courses، برامج دراسات عليا مرتبطة بالتنمية. وبتقدم منحتين: منحة صيفية للطلبة لدراسة اللغة في ألمانيا، ومنح للدكتوراه والماجستير. نبدأ بالمنح القصيرة للدراسة في الصيف في ألمانيا. المنحة دي يقدر يقدم فيها طلبة البكالوريوس والخريجين من دول عربية كتير زي مصر والمغرب والجزائر وتونس. هسيب لك قائمة الدول المتاحة للتقديم في الوصف. بيشترط يكون معاهم على الأقل مستوى A2 في اللغة الألمانية. ومدة المنحة بتبقى من 4 ل6 أسابيع، كورس في جامعة ألمانية في فترة الصيف. وفي جامعات ألمانية بتدي فترة دراسة ترم كامل من 3 ل6 شهور، بيبقى كورس ألماني مكثف. بس الترم كامل بيشترط يكون معاه مستوى B1 B1. الشروط المطلوبة: تكون مسجل كطالب في جامعة في مصر أو في الدولة اللي انت عايش فيها، وشهادة تحديد مستوى في اللغة الألمانية تكون معتمدة من معهد زي معهد جوتا على الأقل مستوى أتسباي، وأداء أكاديمي جيد. الأوراق المطلوبة CV، وخطاب دافع motivation letter، ده خطاب بتكتبه يوضح ليه عايز تدرس ألماني في ألمانيا، وشهادة قيد جامعي، وبيان درجات، وإثبات لغة، شهادة بمستوى اللغة اللي معاك. والورق يكون مترجم إنجليزي أو ألماني ما عدا خطاب الدافع. وخطاب التوصية ده خطاب توصية بيكتبه دكتور ليك في الجامعة كتوصية منه أو ترشيح ليه إن أنت، أو شهادة منه إن أنت تستحق المنحة دي. والCV اكتبهم بالألماني بس. المميزات اللي بتقدمها المنحة: لما ورقك يتقبل إن شاء الله بتاخد منحة مالية حوالي 950 يورو، مصاريفك الشخصية في فترة الدراسة، ورسوم الدورة والإقامة مجانا بتغطيها المنحة، وتأمين صحي أثناء فترة المنحة. كل اللي بتدفعه انت من جيبك هو ممكن تذكرة السفر بس، وفي بعض الحالات بيدوا بدل جزئي يغطي تذكرة السفر أو جزء من تذكرة السفر.